السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من كورس الموديلنج للمبتدئين. واتكلمنا الحلقة اللي فاتت على البلوك أوت، والنهاردة هنكمل وهنعمل موديل مع بعض، وهنستخدم فيه موديفاير جديدة عشان نعرف باقي الموديفاير، وهنخش جوه الإيديت مود ونعمل حاجات جوه الإيديت مود عشان نعرف يعني نتعرف على الموديلنج أكتر، نتعرف إزاي بنغير الشكل ونوصل للشكل اللي إحنا عاوزينه. النهاردة ممكن نعمل إيه؟ النهاردة نعمل مع بعض، فاكر الجهاز بتاع الأتاري بتاع زمان ده؟ أكيد كلنا كنا عندنا وإحنا صغيرين. فهنبدأ هندوس شيفت ايه عشان نجيب حاجة جديدة، وهنجيب كيوب، وبعدين هنبص له مثلا هندوس على واحد عشان ابقى شايف الزاوية دي. انا عايز اكبره في الاكس هنا، وعايز اكبره في الزد، يعني عايز اخليه يكبر شوية، يبقى شكله مستطيل كده بس كبير شوية. هعمل كده ازاي؟ هدوس على الاس بعد كده اكس، كبر الجنبين كده حاجة بسيطة، وبعدين هدوس على الاس بعد كده على الزي، كبر كده شوية، وهمسك اصلا الكيوب بتاعي كله واطلعه فوق هنا كده. دي اسمها 3D كيرسل، ودي منتصف المشهد بتاعي، وهبص عليه من على الجنب كده. السمك بتاعه تحس ان هو كبير شويه. هدوس دايس على اس بعد كده ادوس على الواي، وهعمل اصغر السمك شويه. احنا كده بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل البلوك اوت. انت حاسس، انا حاسس ان هو عريض شويه، اروح مصغر تاني. تمام كده كويس. هنا بيكون في شاشه، يعني مثلا ممكن نمسك القلم كده. هنا كده في ايه؟ في شاشه، وهنقول مثلا هنا في زرار وهنا في زرار، وهنا تحت كده في سماعة. طبعا سامحوني على مستواي في الرسم. وهنا كده مثلا هنقول ان في زرار بتاع التحكم اللي انت كنت بتقعد تمسكه وتقعد تتحكم فيه، ده بيخليك تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، وفي زرارين. وهنا كده في السماعة. تمام تمام. تمام تمام. هنعمل ايه تاني؟ زي ما احنا كده هنعمل بلوك اوت دوت على الموديل بتاعنا. هندوس على واحد، شغل بس السكرين كي عشان تبقى انت شايف كل حاجة. نغير لونه ونخليه مثلا النهارده افضل. تمام. اي حاجة هدوس عليها هتلاقيها موجودة هنا. هنعمل البلوك اوت بتاع الشكل دوت. هندوس شيفت ايه تاني، ونجيب كيوب تاني. حلو حلو، ونكبر نطلع كده بيه لفوق، ونروح ده هنقول ان ده الشاشه. تمام. هندوس اس في الواي عشان نصغر السمك بتاعه. بعد كده هندوس على واحد ونخليه على قد مثلا يكون اكنه شاشه فعلا. مثلا كده ننزل بيها تحت شويه كده، هنقول مثلا كده. تمام تمام. كل دوت سكيل اللي احنا قلنا عليه قبل كده. تمام زي الفل. وبعدين عايزين نحط هنا كورتين، فهندوس شيفت ايه. نجيب ايه بقى؟ نجيب كوره ولا نجيب سلندر؟ هنجيب سلندر. بص، لما انت بتيجي تعمل ايديت لاي شكل هنا هتلاقي هنا ايديت سلندر، وهتلاقي هنا الصفات بتاعته. يعني ايه الصفات بتاعته؟ يعني هو هنا بيقول لك ان هو فيه 32 فيرتكس، ودي كده وده الطول والعرض بتاعه. فانت لو عايز تزود السمك بتاعه او تقلله هتزود هنا. هتلاقي شايف انت السمك بتاعه هنا عمال يزيد وعمال يقل، يزيد وبعدين يقل. فاحنا هنستخدم حاجه بسيطه مثلا اللي هي الديفولت اللي هي 32. تمام. بص، اول ما ادوس في اي حته بره هلاقي القيمه دي اختفت ومش هتظهر تاني غير لما تجيب سلندر جديد. يعني خلاص هو بتظهر لك مره واحده اول ما انت تجيب السلندر. هنعمل له روتيت، هندوس على الار بعد كده على الاكس عشان عايزين يبقى كده 90 درجه. فانا كده عملت له روتيت في الاكس واطلع بيه فوق كده. شايف انت السلندر ده كبير، راح مصغره شويه. مثلا في الواي صغر 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 صغر. هنقول مثلا كده كويس، واروح دايسين على واحد واحطه في المكان اللي هو زي الدايره. انت حاسس الدايره كبيره، تروح دايس على الاس وصغرها كده شويه. اس من غير ما تحدد محور هيصغر معاك الشكل كله. تمام تمام. طب افرض انا عايز منه بقى نسخه تانية، يعني عايز منه نسخه تانية وعايز احطها هنا. اعمل ده ازاي؟ قلنا ده الحلقه اللي فاتت. راح دايس على الشيفت دي، هاخد منه نسخه وهحرك هتنزل معايا واحطها مثلا هنا. بس انا هنا هلاقيها ايه؟ دخلت لجوه شويه. بدوس على الزي هلاقيها نزلت معايا على في نفس المستوى. بعد كده هروح دايس هي هدوس على الجي عشان احركها، وبعد كده هدوس على الواي على الاكس عشان احركها في المستوى دوت، وهروح دايس. تمام تمام. اظبطها انا بقى براحتي في المكان اللي يعجبني. تمام تمام كده. طبعا كل الشكل ده بدون اي ملامح، يعني بص هم اصلا بعاد. انت تروح ماسك دي وتروح ماسك ديت الاثنين مع بعض، عشان تمسك واحده تمسك الثانيه بتدوس على شيفت وتروح لازقهم في الشكل ايه بتاعك. تمام تمام. هنكمل هندوس على واحد. عايزين نعمل هنا، طبعا كل ده بلوك اوت، انا ما عملتش اي تفاصيل لحد دلوقتي، ودي اهميه اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت. هروح دايس شيفت ايه، هجيب كيوب، هطلع بالكيوب ده كده شويه. هنا هدوس على الاس وهصغره، وبعد كده هدوس على اس اكس كبره كده في الجنب ده، واجيبه كده على الجنب. تمام. وبعدين هشوف السمك بتاعه، لا السمك بتاعه كبير وداخل لجوه، اروح مطلعه خليه يبقى باين اس واي
كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكيل، ويعني بصغر الحجم وبلفه وحاجات زي كده. ممكن اعمل ايه بقى؟ عايز اخد منه نسخه تانية، واروح دايس شيفت دي. هم كده اتنين برضو؟ لا، هو كده لسه واحد. ادوس شيفت دي، وبعد كده هسيب، بعد كده ادوس على الار واي 90 درجه. تمام. شايف انت كده لفيت معايا اللفه بالظبط. هما كده ليه الجنب ده عمال يرعش كده؟ يعني بص لما اجي احود، شايف هو هنا بيقول لك ان في اتنين فيس على نفس المستوى فوق بعض بالظبط. ده بيبقى تنبيه من البرنامج. فهم هنا كده الفيس دوت والفيس ده بيتخانقوا مع بعض على مين اللي هيبان لك. بص انا كل ما بحرك هما بيتحركوا، في خناقه هنا بتدور على مين اللي هيظهر لك، وده بيساعدك ان انت تعرف ان هنا في خلل ولازم تظبطه. ممكن تمسك ده كده وتطلعه فوق قدام شويه، هتلاقي الخلل راح لان دوت اصبح فوق ده. لما نيجي نعمل التفاصيل بقى هنظبط الحته دي تمام. ندوس على واحد تاني ونبص. انت عايز، كان في هنا مخرج للسماعه تقريبا، هنعمل ايه؟ ممكن ناخد الكيوب ده كله، ناخده شيفت دي، بعد كده ادوس على الزي وانزل بيه تحت كده واصغره اس زي. تمام. واروح مخليه كده هنا، ابص عليه واروح مرجعه كده لورا شويه. هنقول ان دي السماعه. تمام. كده انت تقريبا عملت البلوك اوت بتاع الشكل بتاعك. بس هل هو كده؟ لا. هنخش بقى اديت مود واحده واحده في كل حته من دول ونظبطها. مثلا هنمسك الجسم الكبير، الجسم الكبير الاساسي، هندوس على ايديت مود. هنعمل ايه؟ هندوس على تاب، هتلاقي نفسك جوه الايديت مود، هتلاقي الفيرتكس بتاعته بانت كده. هتمسك الايدج، انت عندك هنا فيرتكس وايدج وفيس، هتدوس على الايدج وهتمسك الايدج دوت. ده اللي انت عايز تعمل له كيرف، عايز تخليه ياخد زاويه كده، لان مفيش حاجه حاده كده للدرجه دي في الدنيا. تعمل ده ازاي؟ هتروح دايس كنترول بي، ده اسمه بيفل، تروح ساحب، هتلاقيه بيتسحب معاك كده. تمام. طب انت شايف السحبه بتاعته؟ هل السحبه دي كده كنترول بي واسحب؟ هل السحبه دي كده منطقيه، ولا تحس ان هي فيها حاجه مش مظبوطه يعني؟ ما بيطلعش معاك بالظبط. فاروح راجع كده وهطلع بره خالص. كده انا بره. بعد ما دوست على تاب هدوس كنترول ايه، هيقول لي انت عايز تعمل ابلاي ليه؟ اقول له عايز اعمل ابلاي لكل حاجه. هلاقي بص عمل لي كده صح على كله. بص لما اجي اخش كده بلندر شاف حجمه الاساسي، وهدوس على كنترول بي واجي اسحب، شايف البيفل معايا كده مظبوط اكتر من الاول بكتير جدا. طب افرض انا عايز ازود، هعمل بيفل كده وازود، وبالويل بتاعت الماوس بدوس كده، هلاقي شايف بيزيد معايا 1 2 3 4 5. هزود كده الجنب ده واسيب واطلع بره وابص، شايف الكيرف بتاعه بقى مظبوط ومسحوب سحبه جامده جدا. تمام. بعد كده ممكن اعمل برضو كيرف في كل الجوانب. همسك مثلا الايدج ده والايدج ده وده كمان، ودوس كنترول بي واسحب كده واروح سايق. شايف اصبح ان المكان كله ايه؟ ده اسمه بيفل اللي احنا عملناه دلوقتي، ده اسمه بيفل للجزء دوت. تمام. ايه تاني هنا كده؟ تعالى بقى نتكلم عن الشاشه دي شويه. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي الشاشه ديت يكون مكانها جوه هنا في فراغ. عايز اخلي مكانها ايه؟ في فراغ. وده خلينا نتكلم على اهم موديفاير في الموديلنج عامه. تعالى كده نسيب بقى الشكل بتاعنا كده كله، وهدوس شيفت ايه وهجيب كيوب واسحبه كده على الجنب، وهنروح له كده نبص عليه لوحده. هاخد من الكيوب دوت كيوب تاني، شيفت دي، واخد كيوب تاني مثلا احطه هنا. تمام. افرض انا الجنب ده عايز اعمل منه فراغ للجنب ده، هقدر اعمل ده ازاي؟ هقدر اروح دايس هنا كده على الكيوب الاساسي، هدوس اديت موديفاير، وهتجيلي الموديفاير دي كلها. هختار ايه؟ هختار بوليان. بوليان دوت هو هنا لونه احمر، معنى كده ان هو مش متفعل، او انت مش قايل له ان دوت بوليان مع مين. فانا هختار ان دوت بوليان مع ده. اختار كده قطاره واختار الايه دوت. حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه، يعني هما كده زي بعض بالظبط. بس انت لو جيت هنا ودوست على الاتش هيعمل له حاجه اسمها اخفاء. عايز ارجع، دوس كنترول زي. هو هنا الكيوب دوت اسمه 7، كيوب 7. لو انت جيت دوست على العين هنا هتلاقيه اختفى. طب اختصار العين هنا وانت شغال هنا ايه من غير ما تبص هنا؟ هتدوس على الاتش هتلاقيه اختفى. تعالى كده نبص ايه اللي حصل. شايف الكيوب دوت كل من دوت حته، واصبح ان هو ايه؟ عامل معاه بوليان كده. طب اقدر اظهره تاني واحركه مثلا لجوه كده شويه واخفيه تاني، هتلاقي ان البوليان برضو موجود. فانت كده عرفت ان البوليان جزء بياكل من حته جزء. تمام. وده بنحتاجه كتير جدا لانه بيخليك تقطع الشكل بقى بمنتهى السهوله. ممكن تعمل اكتر من بوليان للشكل الواحد. يعني انا شايف ده كده، ممكن اروح دايس اديت موديفاير واروح جايب، اروح حاطط له موديفاير جديده بوليان جديد اهي تحت لونها احمر ومش متفعله. بص دي لونها ابيض، معنى كده ان هو خلاص البوليان ده مع حد.
اروح دايس ايه، اروح مثلا جايب الكيوب دوت، اخد منه نسخه شيفت دي، اروح منزلها تحت شويه، مثلا نخليها في الجزء ده كده واسحبها كده لجوه هنا. تمام. تمام. هرجع تاني للكيوب بتاعي واقول له انا عايزك تكون بوليان مع ده كمان، واروح خافي دوت واخفي ده كمان، اصبح ان هو متاكل منه جزئيه. شايف؟ ده اسمه الموديلنج بقى، انت بتشكل الشكل بتاعك على حسب ما انت عاوز. فنقدر نقول ان البوليان ده هو يعتبر اهم موديفاير موجود عندنا. تمام. واقدر امسحه كده ونرجع بقى للشكل بتاعنا تاني، ونشوف الشاشه دي احنا عايزين نعمل لها بوليان هنا، عايزين نخليها موجوده هنا. هنيجي عند الشكل الكبير واروح دايس edit modifier، واروح دايس بوليان، واروح محدد الشاشه ديت، واروح ايه جايب الشاشه دي وهخفيها. هلاقي ان مكانها جوه ايه اللي حصل، اتحفر يا باشا زي الفل. اروح راجع تاني اظهرها تاني، هي كانت هي دي، واروح ماسكها هي لوحدها بقى واخش على edit mode. دوست على تاب. لو عايز امسك الشكل لوحده بدوس على علامه الداش، هلاقي الشكل ده ظهر لي لوحده، ولو عايز اخرج ادوس على الداش تاني. طب انا هنا دخلت على الداش ليه؟ عشان نعمل نفس الحركه اللي احنا عملناها بره في الشكل الكبير، اللي هي ايه؟ اللي هي البيفل. هروح ماسك كده الجنب ده، وعلى فكره في هنا موديفاير كامله اسمها بيفل. ازاي؟ همسك كده الشكل بتاعي واروح دايس edit modifier، هبص شايف البوليان فوقيها على طول في البيفل، اروح دايس على البيفل، شايف الجناب بتاعتها اتاكلت كده. ايه اللي حصل؟ هقدر ازود بقى من هنا كده، مثلا كده كده، واقدر اخلي يعني هنا كده عدد الفيرتكس، يعني هو كده عمل لي هنا فيرتكس وهنا فيرتكس. تعالى كده نخش على edit mode، مش هيبان غير لو عملنا ابلاي. مثلا هزود هنا كده واحد، شايف كل ما بزود كل ما الفيرتكس اللي بيحصل لها بتزيد. طب هو ليه البيفل مش مظبوط؟ يعني ليه كده؟ بص شايف يعني ده كده مش واخد زاويه 90. اقول لك انا ليه، لان احنا مش عاملين له ابلاي. اروح هلغي البيفل ده واطلع بره خالص وهمسك الجسم بتاعي وهعمل له ابلاي زي التاني بالظبط عشان البيفل يبقى مظبوط. هدوس كنترول ايه، هيقول لك ابلاي، هتقول له ابلاي اول ترانسفير، ابلاي كل حاجه. بعد كده هعمل البيفل بقى، بص هتلاقي الفرق دلوقتي. بيفل شايف الزاويه بقت 90 بالظبط، ما بقتش متاكله. هزود هنا كده شويه وازود هنا كمان. السمك شايف انت كده بتقدر تزود السمك او لا. هزود هنا كده مثلا شويه، وبعد كده ازود واحده كمان زي الفل. شايف اصبح ان هي الشاشه فعلا ايه، الحواف بتاعتها مش حاده. واروح دايس على الداش واطلع بره تاني. هعمل هنا ايه، اقدر اعمل لها كليك شمال، شادو اوتو سموث، اصبح ان هي ناعمه. واروح خفيها، اصبح ان البوليان اللي هي عامله لي ناعم برضه. خدت بالك؟ اصبح ان البوليان اللي هي عامله لي جوه ايه، ناعم برضه. فاقدر اظهرها تاني وادخلها لجوه شويه، جوه كده شويه. طب هو ليه دلوقتي حصل معايا هنا؟ يعني ليه السهم ده مش موجود جوه هنا؟ عشان كل شكل في الدنيا ليه حاجه اسمها ايه. يعني بص الشكل دوت، اول ما دوست عليه ظهر لي نقطه صفراء هنا، اول ما ادوس هنا ظهر لي نقطه صفراء بس تحت، ولما ادوس هنا ظهر لي نقطه صفراء بس تحت. طب هنا النقطه الصفراء موجوده لان انا عملت ده ابلاي وعملت ده ابلاي. ابلاي ان انا وافقت على مكان، بعد كده هتظهر لي النقطه دي. النقطه دي هي عباره عن ايه؟ النقطه دي هي الاوريجن بوينت بتاعه الجسم نفسه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو جيت لفيت ده ودوست على الار ولفيت، شايف بيلف بيلف حوالين ايه؟ بيلف حوالين النقطه الصفراء. في حين ان انا لو جيت هنا ودوست على الار ولفيت ده هتلاقيه بيلف في مكانه. فانا عايز الاوريجن بوينت تكون هنا، اروح دايس على اوبجكت سيت اوريجن وهقول له اوريجن تو جيومتري هنا كده، يعني خلي لي النقطه الصفراء دي جوه الجسم نفسه. هروح دايس هلاقيها رجعت تاني مكانها. وهنا برضو نفس الكلام، بدوس اوبجكت سيت اوريجن تو جيومتري يرجع لي في المنتصف تاني، رجعت تاني مكانها. والسهومه بتاعتها رجعت برضو قدامها. هقدر ادخلها كده لجوه شويه. تمام زي الفل، واطلع تاني كده. هخفيها عشان يبقى عندي شاشه، واقدر بقى اعمل نفس البيفل دوت هنا. يعني مثلا تعالى كده نعمل بيفل هنا، امسك ده كده edit modifier واروح دايس بيفل. شايف البيفل برضو مش مظبوط، هروح راجع. وهي دي فايده الابلاي اللي انا قلت لك اعمله على اغلب الحاجات. اروح دايس هنا ابلاي اول ترانسفيرم، او ممكن اعمل ابلاي للسكيل بس. يعني بص دوس كنترول ايه ودوس سكيل، هتلاقي الاوريجن بوينت في مكانها، ولو عملت هتلاقيه مظبوط. بعد كده كنترول ايه ابلاي سكيل، كده عملت الاثنين دولت سكيل. هدوس edit modifier واروح دايس بيفل. شايف نعمت معايا ازاي؟ اروح مزود كده حاجه بسيطه، وهنا برضو ازود. بعد كده ادوس عليها كليك شمال شادو اوتو سموث، بقت ناعمه جدا معايا. مثلا نخليها كده. وهنا نفس الكلام بيفل،
نروح نصغر نزود هنا كده تمام، كليك شمال شادو اوتو سموث. كده انا عملت الاتنين دولت ايه بيفل. تعالى بقى نبص على الجنب ده. انا دلوقتي طبعا مش هخلي السماعه شكلها كده، هروح مصغر، ممكن اشيله يعني، ممكن امسح الكيوب ده واروح دايس شيفت ايه واجيب كيوب تاني اطلع بيه كده لفوق، صغره بقى خالص كده اس زد تمام. بعد كده لفه في الواي مثلا هنا كده، وشوف هتلاقيه جوه، طلعه لبره، روح جايبه كده على الجنب هنا. وده هعمل له اتنين موديفاير. يعني ايه اتنين موديفاير؟ اروح ماسك هنا كده، اول حاجه هعمل له بيفل. حلو، البيفل بتاعه مش مظبوط لان احنا غيرنا حاجه، روح دايس شيفت ايه ابلاي سكيل، خش تاني هعمل له بيفل، الاقيه كعور كده معايا، اروح مزود واحده كمان شادو اوتو سموث. تمام تمام كده شكله ايه احسن من الاول بكتير. انا دلوقتي عايز اعمل منه نسخ كتير قوي جنب بعض هنا عشان يشكلوا لي السماعه. هقدر اعمل النسخ دي ازاي؟ هقول لك انا، اروح دايس هنا edit واختار array هي تكرار. شايف اصبح ان هو في منه اتنين. طب ايه الاري ده؟ في منه نسختين، كده في تلاته، كده في اربعه. هرجع تاني خلينا في الاتنين، وهنا كل ما بزود كل ما ايه بيلف معايا في الجنب اللي انا عايزه. هنا كده برضو يروح يمين وشمال. هنلغي كل ده، هنخليها في الاكس زي ما هي، ولكن هنلف كده، او هرجع تاني ابقى اشيل الاري واعمل ابلاي لكل حاجه وترانسفيرم لان انا لفيته. تمام، فاجي هنا واحد دايس اعمل اري تاني، هتلاقيه كده بص في الاري ما اجي ازود ماشي معاه على نفس الصف، التاني ما كانش ماشي معاه على نفس الصف. خليها مثلا هنا واروح دايس خليهم 3 4 5 6 7 8 مثلا، اروح جايبهم كده شويه. هل دول كلهم جسم واحد ولا كل واحده فيهم جسم؟ لو جيت دخلت هنا كده بص لا هتلاقي ايه جسم واحد. تمام تمام. هل انا هسيبهم كده؟ لا، انا عايز اخليهم بوليان مع الشكل التاني يعني محفورين لجوه. اروح جاي على الشكل الكبير واروح ضايف بوليان، همسك كده واختار ديت وبعد كده هخفيه. شايف اصبح ان في ايه حفر كده لجوه، هي ده هو ده مكان السماعه. تمام تمام. طب انت شايف ان الشكل بتاع الكبير ده من الجنب كده حاد قوي، روح داخل كده حدد الايدج. هل انا هفضل احدد ايدج واحد 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 كده؟ لا طبعا، هو انا همسك واحد بس، هدوس شيفت الت واروح دايس عليه واحد، هلاقيه كله اتمسك معايا. عايز اسحب بقى الشكل ده لجوه، اروح دايس كنترول بي واسحب كده لجوه. تمام، مثلا كده، واروح سايب وهسيب، هلاقي كده الشكل معاه اتظبط. اروح دايس عليها كنترول شادو اوتو سموث عشان انعم الشكل بتاعي، هلاقيه بقى ناعم كده. طب بص دي كده تحس ان هي داخله على الاخر، عايز اقللها شويه. هروح داخل هجيبها هظهرها الاول، هي اني واحده هو البوليان دوت. البوليان ده ماسك مع كيوب رقم 4، هجيب كيوب رقم 4 واظهره، اروح دايس هنا كده عليه. فين الاري بتاعه؟ هقلل واخليه 7 واروح جايبهم كده شويه لجوه في المنتصف يعني. تمام، وبعد كده هخفيه تاني وهطلع هلاقي معايا اتظبط بالظبط. طب انا عايز اكرر نفس البيفل دوت ورا هنا، اقدر اعمل ده ازاي؟ داخل هنا برضو ماسك الايدج اللي ورا. قلنا هنمسك الايدج كله ازاي؟ شيفت الت رحت دايس عليه هلاقي كله اتمسك معايا، كنترول بي واسحب واروح سايب، هلاقي بقى من ورا كمان ناعم وزي الفل. وهنا كده في كيرف كبير اكبر من الكيرفات اللي فوق. تعالى بقى نخش على الحته دي بتتعمل ازاي. بص اول حاجه همسح واحد واخش على واحد، وبعد كده هخش على الايديت مود وهضيف كيوب، يعني هاخده كده هو هدوس شيفت دي وانا جوه الايديت مود، وبعد كده ار واي 90 درجه. ليه انا عملت كده؟ لان هم كده اصبحوا جسم واحد. فاهمني؟ كانوا الاول انا كنت عامل كل واحد لوحده، لكن لما عملت دوبليكيت وانا في الايديت مود اصبحوا ان هم الاثنين ايه جسم واحد. وانا ماسك ده هدوس على جي واي واطلع بيها السيكه لقدام، ولما اجي اعمل بيفل هتلاقي البيفل اتعمل على الشكل كله. بص اصبح ان كلهم اتعمل لهم بيفل مع بعض. هروح مزود كده كده، بس عايز اعمل لهم الاول قبل البيفل لازم اعمل ابلاي سكيل، واروح داخل هنا واعمل البيفل بتاعي وازود كده حاجه بسيطه حاجه بسيطه. تمام، بعد كده شادو اوف سموث زي الفل. ممكن اروح مرجع ده كده شويه عشان يبقوا مظبوطين، وانا جوه بقى جي واي
تمام. طبعا في طريقه احترافيه اكتر من كده، بس انا دلوقتي عايزك تطلع الشكل باحسن شكل ممكن. يعني عايزك تطلع الريندر بتاعك النهارده في الشكل دوت. طب الشكل ده من غير الوان خالص، عايز اعمل له الوان. هنتكلم على الخامات بالتفصيل المره الجايه. اللي انا عايزك تستفاده من الحلقه دي او عايزك تطلع منه هو ان انت ازاي تعمل اري. ايه هو الاري؟ زي ما احنا قلنا كده، يعني ده كده كيوب جبناه، هروح دايس edit modifier واروح دايس array، هلاقيه اتكرر معايا نسخه كمان. هقدر ابعد او اقرب من هنا، واقدر اعمل array في اي جنب انا عايزه. يعني مثلا هنا كده زودت، واقدر ازود. ده بيسهل عليا جدا بقى. اكيد مش هقعد اعمل شيفت دي واقعد اعمل في كل دولت. هو بزود كده هلاقيه كله ايه، عمال يزيد معايا. هرجع تاني نمسح اصلا الكيوب ده. وايه تاني اتعلمته النهارده؟ اتعلمت ان انت ممكن تعمل بوليان. يعني ممكن اعمل كده، ادي كيوب واطلع منه كيوب تاني فوقيه مثلا كده، واروح سحبه كده على الجنب، كبره شويه، تمام، واخلي دوت. اروح دايس اقول له بوليان واحدد دوت معاه. وبعد كده هخفي ده. حلو، وعملت لده اري. شايف اتعمل له اري بعد ما انا عملت الايه، بعد ما انا عملت البوليان. بص هنزود هنا كده واحده، شايف اتعمل له اري بعد ما انا زودت الايه، البوليان. فدي الميزه، ان انت اللي عملت بوليان مره واحده وتكرر معاك في كل حاجه. ده بقى انت ممكن تمسك شكل واحد تقعد تظبط فيه، وبعد كده تكرره كله مع بعض في حته واحده. تمام تمام. دول اتنين موديفاير هتستخدم الاري كتير جدا، وهتستخدم البوليان كتير اكتر من كده بكتير. يعني ممكن تروح جايب دي كده لورا، هو اللي انت بقى ظبط مقاساتك براحتك، والشكل تطلعه باحسن شكل ممكن. زي ما قلنا، عايز تجيب الريندر وعايز تجيب كاميرا، تروح دايس شيفت ايه وهتجيب كاميرا. طب انا عايز الكاميرا بقى تبص من زاويه انا اختارها. مثلا انا اخترت مثلا، هنقول ان انا اخترت الزاويه دي. خلي الكاميرا تبص هنا ازاي؟ كنترول الت زيرو، الكاميرا اتحطت هنا. همسك الكاميرا بتاعتي واروح دايس على الجي واحرك. طب الكاميرا كده فاهم، يعني تحس ان هو مش جايبه الكيوب كله. ممكن امسك الكاميرا كلها وارجع بيها لورا، تمام، هتلاقيها معاك بدات تجيب. وفي هنا في لينس بقى، يعني الكاميرا دي فيها لينس، هنعمل لها حلقه كامله ونتكلم على كل حاجه في الكاميرا براحتي. شايف اللينس ده؟ بقرب وابعد براحتي. مثلا هنبعد كده شويه وامسك الكاميرا نفسها، حركها كده شويه. في طريقه طبعا اجمل من كده انت تحرك الكاميرا، وهي ان انت هتدوس على السهم ده، بعد كده تدوس على الفيو. هتلاقي هنا كده وانت ماسك الكاميرا وانت محدد الكاميرا، تحدد الاثنين دولت وتروح مرجع تاني كده. كل ما تتحرك الكاميرا هتتحرك معاك كده. انت بتتحرك بالكاميرا زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. مثلا هناخد، انا اقول ان انا عايز الزاويه دي، واقدر اقرب وابعد بالويل طبعا. انا مثلا عايز الزاويه ديت، واروح راجع تاني شايل الاثنين دولت واقفل. خلاص انا كده اخترت الزاويه، واقدر اخرج كمان من الكاميرا كده. الكاميرا واقفه اهي وشايفه المنظر ده. فادوس شيفت ايه وهجيب بلين واكبر البلين دي جامد، وابص اكبرها كمان عشان تبقى مغطيه الكاميرا زي الفل. لو انا جيت عملت ريندر دلوقتي، انت عارف ان احنا ما عندناش ولا مصدر اضاءه، فمش هيطلع حاجه. طب انا عايز اخلي مصدر اضاءه يبقى موجود، هروح شيفت ايه وهجيب لايت اريا، هطلع فوق كده بريليا اريا، اكبر شويه، جيبها كده لورا في اي حته بقى. مثلا كبرها بس عشان تدينا اضاءه ناعمه. خلي قوتها مثلا 200 او 100، وبتدوس على زيرو، واروح داخل هنا اخلي الريندر بتاعي بدل ايفي خليه سايكل، واخليه جي بي يو على كارت الشاشه، واقلل دي مثلا خليها 100 برضو، وادوس ريندر. طلع لي يا عم الريندر. شايف الريندر معاك طلع ازاي؟ كل دول ظاهرين وده كمان ظاهر. ليه؟ لان انت هنا في العين، تيجي كده تمسك الشكل ده، في هنا حاجات معمول عليها عين، ولكن في الريندر ظاهره. يعني الكاميرا دي هي الريندر والعين دي هي اللي موجوده. فانت هتروح شايلها كمان من الريندر. وهنا كده دولت كلهم مقفولين، هتروح شايلهم من الريندر، تشيل من الريندر، شيل من الريندر، شيل من الريندر. يعني خلي كل حاجه العين بتاعتها مقفوله تتشال من الريندر عشان يظهر معاك الشكل مظبوط. تقدر تشوف الريندر من هنا يعني. تعالى كده نمسك اللايت ده نخليه مثلا 200، ونجيب، ممكن بقى تجرب لايت تاني. يعني مثلا خلي ده اكتر. ممكن نجيب ايه حاجه جديده، شيفت ايه واضيف صن. الصن هتنور لك المشهد كله من غير ما انت تعمل اي حاجه. نمسح دي، خلينا جايبين الصن، وتقدر تلفها تغير الاتجاه بتاعها. شايف عملت لك ايه؟ انعكاس هنا جميل جدا.
تمام. هندوس هنا 1 وبعد كده ندوس ريندر، وانت محدد السيمبل 100 فهيطلع لك الريندر بتاعك. ودلوقتي هنراجع كل اللي قلناه مع بعض في الحلقه، والحلقه دي انت عرفت يعني ايه بوليان موديفاير. البوليان موديفاير هو اداه بتخليك تدمج او تطرح او تقطع مجسمات من بعض عشان تطلع شكل جديد بسهوله. والبوليان موديفاير بنستخدمه كتير جدا في الهارد سيرفيس موديلنج. في حاجه تانية اسمها ادون، الادون ديت بتخليك تعمل البوليان ده بس بسرعه جدا وبسهوله جدا. ودي يعني خلص ال10 حلقات دولت وبعد كده هتعرف بقى يعني ايه ادون، وهتحس بفرق كبير جدا وسرعه كبيره جدا وانت بتعمل الموديفاير ديت. والاري موديفاير هي التكرار، ان انت بتجيب شكل وتقعد تكرره كتير جدا بعد ما انت تكون ظبطته. يعني انت مثلا دلوقتي لو عملت ورده صغيره وعندك ارض، ممكن تكرر الورده دي على الارض كلها بشكل عشوائي بشكل مظبوط زي ما انت عايز. والبيفل موديفاير هو اللي بينعم الحواف عشان تكون واقعيه. اي حديد في الدنيا او اي خشب او ايا كان ما بيكونش الحواف بتاعته حاده جدا، بيكون ايه معمول لها بيفل كده، والبيفل ده بنسب كمان. تمام. دول الثلاث حاجات، وطبقنا عملنا مع بعض الجيم بوي دوت الشكل اللي على ايدي الشمال. وهيكون في هوم ورك. هتقول لي انا كبير ومعدي ال 25 والكلام ده عادي جدا. ده يعني انت دلوقتي طبقت معايا الشكل اللي احنا عملناه في الحلقه. هل ده كفايه؟ لا. انت دلوقتي هتبص، انا مديك شكل جديد، هو مش هياخد منك 10 دقايق، بس انت هتطبق الحاجات اللي انت عرفتها. وهو لو انت جيت بصيت له كده هتلاقيه شكل بسيط جدا. هو انا مسكت الشكل ده وعملت له 3 بوليان، اللي هو البوليان دوت والبوليان ده وتحت، وده سلندر وده سلندر، وعملت لهم ميرور. يعني انا جبت واحد هنا عملت له ميرور فاتحط الناحيه الثانيه، وجبت واحد هنا فعملت له ميرور الناحيه الثانيه، والحواف عملت لها بيفل. دول الثلاثه الموديفاير اللي اتعلمتهم النهارده طلعت بيهم شكل وهو في منتهى السهوله. يعني عايزك بقى تقعد تجرب انت، صعب الشكل كبر فيه، اعمل حاجه جديده، خش على بنترست شوف اشكال جديده وحاول تعملها. تمام. وكل حلقه هديك حاجه هتطبق الحاجات اللي احنا عرفناها، وكل مره هتلاقي الحاجات عماله يعني المعلومات الجديده مع المعلومات القديمه، المعلومات الجديده مع المعلومات القديمه، لحد ما تعرف ان انت تطلع مشهد كامل لوحدك، واي افكار في دماغك تعرف تنفذها ك 3 دي ارتست او ك 3 دي موديلر. تمام. الحلقه الجايه نتكلم على الماتيريال. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وكومنت وقول لنا رايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Free audio post production by alphonic.com.